تعمل ايه لو مسمار دخل في كاوتش عربيتك؟ لو المسمار دخل في جنب الكاوتش فالافضل والامن ليك ان انت تغير الكاوتش. لو المسمار في مداس الكاوتش فيمكن تصليحه. تفرق ازاي ما بين المداس وجنب الكاوتش؟ في مسطره هتلاقيها موجوده في فيتام فيكس، بيستخدموها عشان يقدروا يعرفوا الكاوتش ده ينفع يتصلح ولا لا. على سبيل المثال الكاوتش ده عرضه 205، بتحطها هنا كده في نص الكاوتش. 205 اهي اخرها للتصليح هي هنا، ما ينفعش هنا، لو جت هنا لازم الكاوتش يتغير. تعالوا بقى اوريكم الطرق الصح لتصليح الكاوتش. أول حاجة بيكشفوا على الكاوتش وبيشوفوا مكان المسمار أو التسريب وبيحددوا هل الكاوتش ممكن يتصلح ولا لأ. تاني حاجة بينضفوا مكان اللحام كويس جدا باستخدام أفضل الخامات. ودلوقتي جه وقت نوع اللحام، هنا بيستخدموا أفضل أنواع اللحام وهو لحام المشروم. وفي الآخر خالص بيتم اختبار اللحام للتأكد من إصلاح الكاوتش بشكل نهائي. وخلي بالك في 3 انواع للحام الكاوتش. اول نوع الخابور وده ابعد عنه تماما، وتاني نوع هو اللحام السريع، وفي منه انواع رديئه جدا وبلاش منه. افضل نوع وده اللي هو الاخير هو اللحام المشروم، وده هتلاقيه في فروع فيتام فيكس.